السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله كده نعمل النهارده الحلويات مع بعض خفيفة وهتعجبكم الطريقة. بصوا انا اول حاجة هعمل الشربات. الشربات هيبقى 3 كوبايات سكر، لان انا عايزة كمية شربات كويسة. تمام، هقلي بقى المية عشان يلحق يتقل معايا بسرعة على كوبايتين مية كده كويس. نص عصرة ليمونة ونص معلقة سمنة بلدي يتحطوا على النار، وقرب السوا احط كيس الفانيليا. تمام. عندي بقى هنا كنافة، احط عليها سمنة ورشة سكر وادخلها على الفرن تحت الشواية. كل شوية هقلب فيها لغاية لما تديني اللون الذهبي اللي انا عايزاه. تمام كده يا حبايبي، هعمل معاكم القشرة الكدابة. ادي نص كيلو لبن عليه 3 معالق نشا، واقل من نص كوباية يعني سكر، بس انا مش هحطها كلها، هحط معلقتين عشان مش بحب الحاجة مسكرة. انت لو عايز تحطيها كلها حطيها. تمام. هزود شوية مية احطها على النار لغاية لما تبقى مية عاملة معايا زي الكريمة بالظبط. وادي الشربتين هشيل منه الريم ومش هقلبه خالص، وادي الكريمة برضو هقلب فيها لغاية لما تكون معايا كريمي. هجيب بقى صينية هنا سمنة، وادي معايا هنا كده الكنافة خلصت. بصوا بقى انا هجيب الجلاش، كل ورقتين هدهنهم سمنة. تمام. واحط بقى شوية الكنافة اللي انا حمرتها، احط شوية سوداني، جوز هند، زبيب اللي عندك، يعني اي مكسرات عندك حطيها. وهقفل كده. ماشي. هقصها على 3 على 4 زي ما انت عايزة، برضو الحجم اللي انت عايزاه. والصينية فيها سمنة وهرص، هخلص الكمية كلها كده زي ما انتوا شايفين. تمام. وهعمل جرون. ايوه كده، حاجة كده يعني عشان البرد والدنيا ساقعة، الواحد بيحب ياكل حلويات، وعشان انا كمان تعبانة ومش عايزة انام يعني على طول، يعني بشغل نفسي بأي حاجة. تمام زي ما انتوا شايفين كده. برضو هقسمها وهكمل. مش عايزين ننسى فلسطين معانا في الدعاء وفي صلاتنا. ربنا ان شاء الله ينصرهم يا رب ويثبتهم في اراضيهم يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. ماشي، انا خلاص الصينيه هنا كلها الكميه اللي معايا الصوابع، وهجيب بقى صينيه تانية وبرضو ورقتين وهدهن لغايه لما اوصل نص اللفه. تمام. ادي كده، واحط سمنه، احط ورقتين تاني. اهو زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. هجيب بقى القشره الكدابه اللي انا عملتها اهي، هفردها. بصوا جميله جدا وطعمها حلو. لو عندك قشطه حطيها عليها برضو، بس انا للاسف كنت مسيحه القشطه اللي عندي كلها وعاملاها سمنه. يبقى معايا شويه كنافه برضو، فمش هرميهم يعني، زودت بيهم، وشويه سوداني زودت بيهم. وهكمل بقى باقي اللفه احطها. وبرضو ما تنسوش السمنه. خلاص كده انا كده خلصت تمام. احط بقى طبق السمنه من فوق. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي. اهو زي ما انتوا شايفين كده. خلاص. بصوا بقى، ممكن الخطوة دي تدخلوها الفرن 10 دقايق تتشمع، وتطلعوها وتكملوا الخطوة التانية، وممكن تكملوا على طول. اهو زي ما انتوا شايفين كده. وادي برضو هنا هدي كل الصابع معايا، ممكن تخش بالمنظر ده. وبعد كده نكمل الخطوة التانية بعد 10 دقايق من الفرن، وممكن تكملي على طول. يعني عندي لبن، احط على لبن برضو فانيليا، وهسقي بيض للصواني زي ما انتوا شايفين كده، وهقطعها. طلعت في ايديا وبقت جميلة جدا، بقت سهلة التقطيع زي ما انتوا شايفينها كده بالمنظر. ادخلهم الفرن. ماشي بقى. بصوا بقى، انا معايا هنا بسيسة معمولة بدقيق الذرة. هتحطي بيضتين 3، مش هيقلوا عن كده. هحط فانيليا، هضربهم كويس. بصوا لغاية لما لونه ابتدى يغير. نص كوباية سكر. يعني بديك المقادير المظبوطة بالظبط، مش عايزة الحاجة مسكرة. طبعا دي قايمة على الزيت، البسيسة قايمة على الزيت. تمام.
خليت السكر داب مع البيض. نحط بقى كوباية الزيت زي ما انتوا شايفين. هضربهم مع بعض كده ضربة محترمة. اهو زي ما انتوا شايفين كده. جنبي بقى كوباية لبن ومية برضه هجهزها جنبي. ادي كوباية لبن واحط نص كوباية مية، لو احتجت هبقى اكمل لغاية لما احط دقيق قدامي واشوف القوام بتاعه ازاي. خلاص هنا كده. عندي بقى دقيق ذرة 3 كوبايات. شايفين يا حبايبي؟ ادي 2 وادي التالتة. ده هيترمي ده. ايوه. يلا بقى كده هضربهم ضربة كويسة، وجنبيه برضو شوية مية وشوية لبن. ولو احتجت اكمل، لا المرة دي هنا انا احتجت دقيق. تمام. انا عايزة القوام بتاعها يبقى اتقل من الكيكة بشوية صغيرين. وادي بيكنج باودر. على فكرة انا كنت ناسيه، المفروض كانت تتحط بالاول مع الدقيق. تمام كده. خلصت كده هرنيشه خالص. هجيب بقى صينية فيها زيت، وهنزل بالخليط كله. صينية صغيرة، مقاس صغير مش كبير، لأن ال3 كوبايات دي ما ياخدوش صينية كبيرة. أصغر صينية عندك. عندي بقى سمسم أبيض ما يكونش محمر، يعني هي هتخش الفرن. لو حطيتي محمر هتطلع محروقة قوي، إنما كده هتتحمروا الاتنين مع بعض. هي بتحب السمسم الكتير. شايفين ازاي كلها سمسم. تمام بقى. هتخش الفرن على درجة حرارة عالية ومتفتحيش عليها غير لما تشم ريحتها. وادي هنا الشربات تقيل معايا اهو خلاص، والحاجة كانت بردت. ادي الحاجة زي ما انتوا شايفينها، حلوة وسهلة وطعمها في منتهى الجمال. يا رب اكون فدتكم بأي معلومة، يكون الفيديو عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله.